مشاهدينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من برنامجكم فيها حاجه حلوه. كالعاده برنامجنا دايما بيلقي الضوء على كل ما هو ايجابي في حياتنا، اعمال، مشروعات، افكار جديده، نجاحات. اهم حاجه انها تكون من خلال مصر، من خلال المصريين. خليكم معانا بعد الفاصل نبتدي حلقتنا وفيها حاجه حلوه. مشاهدينا وصلنا دلوقتي لفقره السوشيال ميديا، واحب افكركم بصفحتنا على الفيسبوك، صفحه فيها حاجه حلوه. يا ريت تتواصلوا معانا من خلال الصفحه. خليكم معانا بعد الفاصل واول خبر في السوشيال ميديا. احمد حسن شاب قرر ان هو يعمل حاجه مختلفه بورق الكوتشينه تماما. احنا متعودين بنلعب بيه بنسلي وقتنا، لكن هو الحقيقه قرر ان هو يعمل اعمال هندسيه وفنيه بشكل مختلف. احمد حسن قرر ان هو يعمل تصميمات وطرازات مختلفه باشكال هندسيه على مساحات تعتبر كبيره وصورها، والحقيقه ان الموضوع عمل ضجه كبيره في السوشيال ميديا، وكمان حقق نجاح كبير قوي بانه ناس كتير بقت تتابعه ومستنيين منه المزيد. الخبر اللي معانا دلوقتي بيتكلم عن الامريكيه مارجو هايز، وهي الحقيقه حققت نجاح كبير جدا انها تسلقت على جبل اسباني هو من اصعب الجبال على مستوى العالم. يمكن اول متسلق ليه كان سنه 1994، وهايز هي المتسلقه رقم 13. الظريف ان يمكن اللي حقق او اللي وصل لقمه لا رامبلا في اسبانيا من اكبر جبال اللي موجوده هناك واصعبها، يمكن عمل 40 محاوله قبل ما يطلع لقمه الجبل. لكن مارجو هايز المتسلقه رقم 13 اللي قدرت من اول مره توصل لقمه جبل لا رامبلا. طفل مترو الجامعة معاذ، الطفل ده كان شخصية مشهورة جدا، والحقيقة ان علي الراوي هو فنان تشكيلي قرر ان هو هيستضيف معاذ وهيعلمه الرسم، لان هو شايف انه عنده موهبة كبيرة جدا، ففعلا ما بينمي الموهبة دي، وقرر ان هو كمان يستضيفه في المعرض بتاعه، معرض علي الراوي كمان معاه معاذ. خطوة من علي الراوي بنحترمه عليها وبنشجعه عليها، وبنشجع كمان ناس كتير عندها المقدرة انها تستضيف طفل شارع وتمرنه وتعلمه او تدور على موهبته وتنميها. اكيد حاجه هايله جدا. الحقيقه الفيديو اللي معانا دلوقتي فيديو مختلف. بسنت نور الدين قررت انها تروج للسياحه بشكل مختلف، بانها هتعمل حاجه زي سناب شات وتصور اماكن سياحيه مختلفه، وهي بتدي نوع من الافكار والمعلومات عن المكان نفسه السياحي اللي بتروحه. طبعا فكره هايله جدا، وخاصه انها بتنتقي المعلومات اللي بتقولها بشكل ظريف، ومصوره كمان بشكل يبين لنا الخلفيه فيها ايه. فتعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني. السلام عليكم. المره دي بنصور من الاقصر، هنصور تحديدا مسجد سيدي ابو الحجاج. المسجد زي ما انتم شايفين من بره زيه زي اي مسجد، ليه مآذن وليه قبه، لكن من الداخل مختلف تماما عن اي مسجد دخلتوه في
مشاهدينا وصلنا دلوقتي لفقره اللقاءات. اول لقاء النهارده معانا فيها حاجه حلوه، بيتكلم عن رياضه اسمها تراي اثلون، ودي رياضه ما بقالهاش كتير في مصر، يمكن سنه 1930 هي انتشرت في العالم ودخلت مصر من كام سنه بس، لكن كمان قدرنا نحقق فيها انجازات. هيكون معانا خالد عصام بطل من ابطال تراي اثلون، وهنشوف ازاي الرياضه دي ممكن تنتشر في مصر ويحقق فيها انجازات كبيره. تاني لقاء هيكون معانا عن مبادره رائعه حتى باين من اسمها اصنع الفلك، وده بيكلمنا عن فكره التحدي، ازاي ممكن ان احنا ننقذ المصريين من الجهل وعدم المعرفه عن طريق صناعه الفلك اللي هو المعرفه والعلم. خليكم معانا بعد الفاصل نبتدي لقاءاتنا. شرم الشيخ ليست قبلة سياحية فقط، ولكن في الآونة الأخيرة تقام هناك كثير من الفعاليات الثقافية والسياسية والرياضية أيضا. وخلال شهر إبريل أقيم بمدينة شرم الشيخ فعاليات بطولة الترايثلون الثلاثي، والتي أقيمت بمنطقة خليج نعمة تحت رعاية السيد المهندس خالد عبد العزيز وسيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. نظم البطولة الاتحاد المصري للترايثلون، واستمرت الفعاليات حتى 9 من شهر إبريل. ضمت البطولة 150 لاعبا ولاعبة. شارك في البطولة خالد عصام محمد، وهو مصنف أول عرب وإفريقيا للعام 2016 تحت مرحلة 23، وثاني عرب للعام 2017 تحت 23، كما كان رابع عالم للعامين 2015 و2016، وأول لاعب مصري يشارك أولمبياد الشباب للعام 2014. كما أن منطقة الأهرام ستستضيف البطولة العربية والإفريقية للترايثلون في شهر أكتوبر المقبل بمشاركة 150 لاعبا ولاعبة يمثلون 45 دولة. زي ما شفنا في التقرير معلومات عن الترايثلون، ودي طبعا رياضه يمكن تاريخها مش كبير قوي وخاصه في مصر، لكن يمكن بدايتها سنه 1930. النهارده معانا ضيوف هيكلمونا اكتر عن اللعبه. معانا البطل خالد عصام محمد. ازيك يا خالد؟ ازي حضرتك؟ منورنا. ومعانا المدرب حسين عامر حساني. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. يعني نبتدي كده كبدايه، ليه احنا ما بنسمعش عن الترايثلون؟ هل ده تقصير مننا احنا كمواطنين؟ هل الدوله نفسها مقصره في فكره ان المصريين يعرفوا رياضه زي دي؟ انا بشوف انها ما هياش من الرياضات المكلفه قوي زي مثلا الفروسيه، زي التنس، يعني رياضه ممكن الواحد يتعامل فيها عادي، ولا المشكله فين بالظبط؟ هي كما حضرتك بتلعبي بروفيشنال الموضوع بيبقى مكلف شويه، لان العجله بتبقى غاليه، العجله كلها بتبقى معموله من فول كاربون، ليها مواصفات معينه غير عجل السباق العادي. غير العجل السباق العادي بيبقى ليها فول كاربون وليها حاجات معينه لازم الاتحاد الدولي يبقى موافق عليها، فطبعا بتبقى مكلفه. طبعا السباحه والجري الحاجات دي طبعا مش مكلفه، لكن ادوات العجل بالذات البارت بتاع العجل ده دايما بيبقى حاجته مكلفه جدا. فعشان كده ممكن دي مثلا من الناس ما بتحبش تخش اللي خلاها تتاخر شويه انها تنزل مصر. طب قولي ادينا فكره كده عن تاريخ الترايثلون. هي دخلت مصر 2008. طيب ابتدت من 2008 لحد 2019 لحد دلوقتي شغاله. اول مشاركه لها في اولمبياد كانت 2014، كنت انا اول واحد مصري يمثل مصر في اولمبياد الشباب. كان ساعتها عندك كام سنه؟ 16 17 سنه مثلا. تمام. كنت انت بقى سمعت عنها اصلا منين ولا اول؟ انا سمعت عنها من انا ابتديتها 2012. كويس. فانا سمعت عنها، انا ابتديتها 2012 وبقى لي 5 سنين لحد دلوقتي بلعبها. كنت بلعب خماسي قبل كده وسباحه برضه. كابتن ونفس الفكره نفس الموضوع؟ نفس الفكره نفس الموضوع. والسباحه عاديه، كنت بلعب سباحه عاديه وكنت بلعب خماسي عادي. لكن ايه اللي انت شديد فيه قوي؟ هو السباحه؟
انا في السباحه كويس جدا. احسن من الجري والعجل؟ احسن من الجري والعجل. هو اللي دايما بيقولوا على اللعبه دي انت ممكن تكسب بالسباحه، بس في نفس الوقت ممكن تخسر. يعني السباحه ما تكسبكش، بس يعني في نفس الوقت تخسرك لو انت استعملتها بطريقه غلط. فالسباحه طبعا ان الطريقه انك تطلع منها بره الميه مستريح عشان تقدر تعمل اللعبتين التانيين الباقيين كويس بصحه عاليه. عشان انت بتخلص بالجري فلازم تكون عندك الباور انك تجري في الاخر كويس. طب كويس. طب كابتن كلمنا اكتر عن القوانين بتاعه اللعبه دي، وبعد كده هنتكلم بقى على الميداليات الرائعه المبسوطه دي. هو الاهم ان خالد اللي مخليه ناجح في اللعبه دي، خالد وهو صغير بيلعب سباحه كويس، متمكن جدا في حته التمرين والجلد بتاع السباحه والتعب. فالحته دي مميزاه شويه في اللعبه، لان هو دايما في سباقات السباحه هو بيطلع اول واحد، فاول واحد دي بتريحه ان هو يكمل عجل كويس ويكمل جري كويس. فعشان كده هو مميز. يعني احنا اشترك في بطولات كتير، اهمها كانت اولمبياد شباب 2014، كده بطوله العالم 2015، بطوله العالم 2016، واخر بطوله اللي هي في شرم الشيخ، اللي هي كانت في شرم الشيخ، دي كانت بطوله عربيه وكاس افريقيا كويس جدا. وهو عن طريقها اتاهل لبطوله العالم في هولندا شهر 9 اللي جاي. طب كويس قوي. خالد عنده رانك كويس، هو يعتبر من مصنفين نمره 1 في مصر في اللعبه، لانه ترتيبه العالمي كان رابع، ودي كانت احسن حاجه، ودي عملها معايا. حته السباحه هي اوبن ووتر، يعني مياه مفتوحه 800 متر او 1500 متر على حسب الرولز بتاع البطوله. فهو مميز فيها جدا، وهي دي سبب مفتاح الفوز يعني. لاي حد ولا للمتميز في جزئيه معينه؟ هو عشان يعني ممكن حد متميز قوي في الجري برضه يبقى بيعمل رانك كويس او بيعمل انجازات. ما هو هيتاخر، هي دي الفكره بقى في السباحه. هو هيتاخر في السباحه. كابتن حسين بيتكلم ان انت حضرتك بتقولي الجري هو ممكن لو انت كويس فيه يكسبك، لا هي الفكره في السباحه زي ما قلت هي ما تكسبكش بس في نفس الوقت تخسرك لو انت مش متميز فيها. فالسباحه عشان انا متميز فيها بطلع مع الناس الاولانيه هي اول حاجه بتتعمل السباحه. اول ايفنت سباحه. فهو مثلا بنبقى 70 واحد في السبق، فمثلا لو في 20 طالعين مع بعض وانا مش منهم وورا متاخر مثلا فرق 30 40 ثانيه، الناس دي هتاخد العجله وتمشي خلاص. كام واحد بيبقى في حمام السباحه في الوقت؟ لا مش حمام سباحه هي شفتوا بقى ده موضوع كبير، ده لازم نفهمه كويس قوي. يعني هي دلوقتي عشان كده انت بتقول بحر بحيره. طيب ودلوقتي انا بسجل ازاي؟ يعني المحكم اللي واقف بيحسب ازاي؟ بيبقى فيه اللي هي اللابس اللي بتتحط في الرجل دي بالسنسورز والسنسور، وتحسب لك الوقت اللي انت عمت فيه كويس. كيلومتر مع التايم. تمام. تطلع تبتدي تجري بالظبط، وبعد الجري لا بطلع العجل، باخد العجل في حته اسمها ترانزيشن اريا، دي منطقه التبديل. بقلع البنيه النضاره، باخد حاجه العجله بتاعتي، بلبس الهلمت وباخد العجله واطلع اركب على حسب السباق 20 يا 40 كيلو كويس. برجع بنفس المكان اللي انا خدته 20 ل 40 كيلو. ده ممكن ياخد وقت قد ايه؟ يعني اللي عمل سكور كويس خد وقت قد ايه في العجله؟ ال 20 كيلو بتاخده في 27 28 دقيقه، ال 40 بتاخده في حوالي ساعه 55 56 على حسب، يعني على حسب الكورس والسباق لو مطالع منازل زي السباحه. لو خلصتوا ده وبتدخل بعد كده على الجري؟ على الجري برجع منطقه التبديل برضو، المكان اللي حطيت فيها حاجه السباحه بحط حاجه العجل، باخد الجزمه وبطلع عجل على حسب بقى 10 كيلو او 5 كيلو. هل الوقت ده اكتر من الخماسي؟ لان الخماسي الفرق كله انك بتلعب لعبه متفرقه كل واحده لوحدها، يعني سباحه لوحدها وبتريح. بيحسبوا لك تايم لوحده لكن ده 200 متواصل. متر 200 متر في البسين بتحسب لوحدها والموضوع بينتهي. الجري بتجري لوحده، الرمايه لوحدها، كده كل حاجه لوحدها. احنا نزلنا الشارع وسالنا ناس عليك وقلنا لهم على انجازاتك، وفي ناس كمان سمع عن الرياضه دي كويس قوي، فتعالى نشوف قالوا ايه ونرجع تاني. احنا بصراحة بنشكر الشاب اللي هو حقق النجاح الهائل ده في الألعاب الثلاثية، اللعبة الثلاثية اللي لسه توي بداية إنشائها من سنة 2008، ونتمنى له دايما التوفيق وفي ازديار دايما وفي تقدم أفضل من كده. ويا رب بطولات وبطولات وبطولات وبطولات. أنت قدوة عظيمة لشباب مصر، يا رب شباب مصر يتعلموا منك، وانتوا ابطال مثلك مثل القوات المسلحه، مثلك مثل لاعبين الكوره، مثلك مثل صحفيين اعلاميين ممتازين، وهو ده شرف للمصريين كلهم وانت كده بتحمس الشباب كلهم على الرياضه. انا احييه واحيي في امثاله
كثيرين ولكن لم يظهروا على الشاشة. وطبعا ده حط في دماغه هدف معين وقدر يوصل له مجهوده، وطبعا اكيد تشجيع طبعا الناس المسؤولين، ونتمنى يعني ان يكون في اهتمام بالرياضه اكتر من كده في المجالات التانية غير الكوره. يعني بنبارك له طبعا على المركز اللي هو حصل عليه، وبنقول له ان انت تحاول ان انت بقى تكمل، لان الرياضه دي هدف، الرياضه طاقه، واللعبه اللي انت بتلعبها دي قريبه من حاجه اسمها الخماسي الحديث في اللي هو سلاح ومبارزه وسباحه وركوب خيل. فانت خلي فيه هدف، ما تيأس. دي عامله زي ايه؟ مقاومتك للحياه او للايام الصعبه اللي احنا فيها، بتدي الطاقه لنفسك، تاكد تماما انك هتوصل. طبعا خالد، الناس سعيده بيك وسعيده بالانجاز ده، بس الحقيقه احنا دايما يا كابتن عندنا مشكله، يعني دايما اللياقه دايما هي مشكلتنا. فكره ان احنا يعني حتى الناس، حتى لعيبه الكوره عندنا فكره اللياقه، ممكن يكونوا حريفه في اللعب وفي انهم يجيبوا جوان، لكن اللياقه تلاقيهم بيتعبوا بسرعه، تلاقيهم اول 10 دقايق يعملوا اقصى حاجه عندهم وبعد شويه يتعبوا. لكن هنا الموضوع ده على ما اعتقد طلب اول ان يبقى فيه لياقه كبيره، في قدره على التحمل، في ضبط نفس كويس. فقولي بيعمل ايه خالد في التمرين؟ هو خالد بيبدأ يومه 5 الصبح، بيتمرن سباحة ما بين 4 ل 5 كيلو يوميا. عنده يوم واحد بس راحة في الأسبوع، وبعد كده بيروح جامعته وبيرجع يتمرن عجل. هو مسافات العجل طبعا مختلفة كل يوم، والجري كمان مواظب جدا عليه. يعني يجري قد ايه عشان يقدر يتحمل؟ بيتمرن قد ايه جري مثلا؟ سباحه بيتمرن قد ايه وقت؟ انا بالنسبه لي انا مختص بجزء السباحه كويس، لان انا ما بشتغلش في الترياثلون، انا بشتغل مدير فني سباحه قصيره. فخالد انا بفيده في الحته دي كجزء السباحه بس في سباقاته. هو طبعا مرتبط بمدربين العجل ومدربين الجري، فهم بيخططوا له. يعني التدريب دلوقتي اصبح علم، يعني لازم يبقى فيه تخطيط واكل كويس طبعا، وتغذيه تغذيه كويسه جدا مع دكتور متخصص وزي ما وعلاج يعني على ما اعتقد عايز اللي هي علاج، مش علاج طبيعي، ريكفري. بيحتاج ريكفري بعد المجهود العالي دوت. لازم يبقى عنده تشكل شعر. هو عنده المدلج بتاعه الخاص، وعنده ان هو يوصله لحاله الاستشفاء بسرعه، خصوصا في السباقات. لان خالد ان شاء الله باذن الله في تاهل 2020 هيبقى ليه رانك كويس جدا وليه ترتيب، وهيعمل مفاجاه كبيره جدا يعني. كويس. ايه اللي يخليك انت مختلف يا خالد عن اي حد تاني؟ يعني الكلام ده بيبسطني قوي، بيحسسني ان مصر ممكن تاخد مراكز بعد كده اولى. انت عارف احنا متميزين قوي في السكواش وذوي الاعاقه هم اللي بيحققوا لنا المراكز الكبيره، لكن عندنا الناس العاديه في الرياضات التانيه ما فيش. فهل انت ممكن تاخد مثلا بطوله العالم في وقت من الاوقات؟ كنت السنه اللي فاتت قريب منها جدا، يعني فرقت معايا بالظبط على 10 ثواني واخد ثالث وابقى ثالث عالم. ثالث عالم كويس قوي. فالسنه اللي فاتت كنت خدت رابع عالم. هي الفكره مش كلها، يعني الفكره مش صعبه على قد ما هي محتاجه بس اللي هو الصبر. يعني هي الفكره ان الناس مش عايز تصبر شويه، ان هو يشوف. ممكن لو حد اشتغل فتره وحاسس ان هو تعب قوي، بعديها بعد 6 شهور لعب سبق وعمل فيه وحش، هيحبط، ممكن يقعد. وده لو عملنا يعني اي بحث عن كده هنلاقي مثلا ان 60% من الناس بتقعد بعد اي تجربه فاشله اول مره. لكن في ناس اللي بتكمل وتفشل 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 لحد ممكن المكسب يجي لهم بعد 10 11 12 مره على حسب. الموضوع بتاعك انت ليه انا عايزه اقول انه صعب، انا عايزه بس استوعبه والمه في دماغي الاول. يعني انت دلوقتي مش بتتمرن سباحه بس، يعني في ناس بتتمرن سباحه بس مش عارفه تحقق حاجه، في ناس بتتمرن جري بس مش عارفه تحقق حاجه، لكن انت بتتمرن الثلاثه، معناها 3 اماكن، 3 مدربين، كل واحد عايز شغل مختلف تماما. فازاي قادر تنظم وقتك مع كمان الدراسه؟ لو فوتت تمرين الصبح ده خلاص كده يومي باظ، لان انا مش هينفع ارجع اتمرن سباحه تاني بعد الظهر او اعوضها في وسط يوم، لان انا بخلص جامعتي الساعه 3. فاخلص جامعه الساعه 3، يعني فتره العجل بتقعد مثلا من ساعه ونص لساعتين.
والجري مثلا بيقعد برضه نفس الحكايه من ساعه لساعه ونص، فبقى عندي 3 4 ساعات من بعد جامعتي من 3 ل 7 كويس. دول يعني دول للتمرين، او ساعات من 3 ل 5 يعني على حسب، ممكن ساعات في تمارين العجل الجري بيقعد ساعتين. بتتمرن الجري ده مثلا في نادي عادي؟ في تراك، في تراك عادي ساعات، وساعات على الطريق في الشارع، ممكن تلاقيني بجري كده زي المجنون والناس في اي مكان يعني في مساحه انك تجري كويس. اي حته، لو في حته قد كده هجري فيها عادي، مفيش مشكله يعني. والسباحه زي ما قلت فتره الصبح خالص يعني فتره الصبح خالص دي كل يوم الفجر مع كابتن حسين بنعوم الصبح. العجل بقى في عندي جهاز اسمه التربو، ده بحط عليه العجل اتمرن فيه في البيت كويس قوي. بنزل على الطريق طبعا في الشوارع في مصر صعب، فبنزل الجمعه الدنيا الناس كلها نايمه الصبح الساعه 5 الفجر اركب. وانت بتقول ليه العجله مختلفه عن عجل السباق العادي؟ لان العجله دي بتبقى عجله كربون غير العجله اللي بنشوفها، اخف جدا. وزنها بيبقى 6 كيلو 6 كيلو ونص، فطبعا بتبقى خفيفه جدا، غير ان هي بتبقى معموله من تولز طبعا غاليه جدا. في عجل بيتعمل بالكهرباء، في عجل بيتعمل شيفتس مانيوال عاديه، فهي بتفرق طبعا من عجله لعجله. وفي عجل بيوصل ل 100,000 جنيه. طبعا عربيه صغيره يعني 100,000 جنيه. هي ما بتجيبش عربيه صغيره دلوقتي، بس يعني معلش بس يعني قربت كده. دي معناها انها حاجه بقى يعني دي بيبقى عجل بقى اللي هو يعني عجل على مستوى كبير. فالعجل بيوصل دلوقتي ان هو بيتنقل الشيفتات بتاعته بالكهرباء، فعشان كده الدنيا تبقى غاليه شويه. طيب كويس، تعالى نشوف الفعاليات بتاعت المسابقات اللي انت حضرتها، شوف صورك ونرجع نعلق عليها. رجعنا مرة تانية وشفنا الصور، شكلك يعني عارف هدفك، واثق في نفسك جدا، عارف انت بتعمل ايه، فدي طبعا حاجة عظيمة. انا بس عايز اسأل، يعني كان لسه بيقولوا ان هو كان خلاص ما بينه وما بين انه يبقى التالت حاجات بسيطة جدا فرقت، فانا عايز اعرف الحاجات البسيطة دي فرقت في ايه، وان شاء الله استعداده بقى ودراسته للموقف للناس اللي هي محققة مراكز اول وتاني وتالت، عرف هو جمع معلومات بحيث المرات الجاية. فايه المعلومات؟ هو في الاول حضرتك خالد كان اللي مأخر ترتيبه السباحة، لان هو كان بطولة العالم اللي قبل اللي فاتت دي كانت 2015 كنا ترتيبنا السادس. فالحقيقه لما بدأنا نشتغل سادس كويس برضه كبدايه، كويس بالنسبه لامكانياته هو، لان هو متمكن جدا متمكن جدا في الجري والعجل، فهو كانت بس اللي ناقصنا حته السباحه. فلما بدأنا نشتغل بحته تخصصيه شويه، وخالد بقى ينتظم في التمرين لانه عومه كويس جدا، كويس بالذات في الاوبن ووتر. فحققنا رانك رابع في بطوله العالم اللي بعدها، تحسنا مركزين، وده مش حاجه مش سهله يعني. وكان بيننا وبين المكسب والميداليه 10 ثواني، واحنا خسرناهم في الجري. يعني احنا كنا طالعين اول سباحه كويس، كان الاول تقريبا هونج كونج خالد، والتاني انجلترا، والتالت اسبانيا، واحنا الرابع. حتى بعد السنه ده احنا كنا في المكسيك وكنا متابعين معاه على طول. هو اول ما خلص كلمني وكان زعلان جدا، وكان نفسه يحقق حاجه لمصر يعني، ويبقى ترتيبه كويس، لان ده مؤشر كويس جدا للاولمبياد ان شاء الله. كويس. تعالى نطلع فاصل، الناس عايزه تسالك شويه اسئله عن الرياضه وعن شغلك انت، ونرجع نكمل كلام.
انت تنصح الشباب بايه عشان يبقوا على نفس المستوى الرفيع اللي انت حققت بيه الانجاز الرهيب ده بالنسبه للعبه الثلاثيه؟ انا بتمنى اللي هو يقول لنا ايه اللي هو عمله عشان ينجح في حياته ويوصل اللي هو واصل له ده حاجه كويسه جدا يعني. ويا ريت الشباب المصري كله ياخدوا مثل اعلى دي. بما ان اللعبه جديده، هو المدربين المصريين ولا اجانب؟ رجعنا لكم مرة تانية. خالد، الأسئلة يعني أول سؤال هيبقى موجه ليك، السؤال التاني موجه للكابتن حسين. الأول نصيحة منك للشباب اللي بيفكر يدخل الرياضة دي، تنصحهم بإيه وفي سن كام يبتدي الرياضة دي؟ هي السن مش فارقه يعني. هو في بره الناس بتقول تلعب اللعبه دي من 8، في ناس لحد انت ابتديت 16 اصلا ولا في ناس بتلعبها من 8 سنين بره مصر لحد هم عندهم 80 سنه يعني. فمش فرق السن يعني، مهما لو سنك عندك 30 35 25 26 ممكن تيجي تشارك على طول يعني. كويس. مالكش حاجه يعني. تمام. فالسن مش عقبه خالص. الفكره انك لو عايز فعلا تبقى لعيب بروفيشنال وعايز توصل، لازم تنتظم على التمرين، لازم تجتهد، ولازم تمشي على اللي الكابتن بيقول عليه، وتتمرن بانتظام، وتتمرن عدد ساعات كتير، لان الناس بره طبعا المتفرغه بتتمرن عدد ساعات كتير جدا. فاحنا بنحاول نعوض ده بان احنا نكبس يومنا على قد ما نقدر ونتمرن عدد الساعات دي ونحصلهم يعني. كويس جدا. طيب السؤال التاني كابتن حسين، اللي هو هل المدربين يعني عاده احنا متخيلين عشان رياضه جديده فمتخيلين هيبقى المدربين كلهم اجانب، مش عارفين لا مدربين مصريين. بس انا من وجهه نظري انا عايز اسالك بقى على يعني ايه اللي يخلي مدرب اجنبي مميز عن مدرب مصري؟ ايه اللي بيفرق مدرب عن مدرب؟ والله احنا الشغل مع خالد كله مدرب مصري يعني. كلهم مصريين الثلاثه؟ الثلاث مدربين مصريين. تمام. انما اللي بيفرق بين مدرب اجنبي ومدرب مصري، المدرب المصري بيحس بالبطل المصري يعني، بيحس بمجهوده، بيحس بتعبه، بيحاول يوفر له وقته على قد ما يقدر، لانه حاسس بظروف خالد متمثله في ظروف البلد اللي احنا بنعيش فيها. فبيبقى في مرونه شويه في المواعيد، تغيير مواعيد مفاجئ، بيبقى خوفه عليه طبعا ان هو عاوزه بيمثل بلده وعاوزه يبقى احسن واحد وعاوزه يحقق لمصر احسن المراكز. فدي بتبقى حته انتماء شويه. فارتباطي بخالد مش جاي من خلال اللعبه بس. انا خالد هو سباحي من هو عنده 10 سنين. فقدرنا حضرتك، هو دلوقتي 20 سنه يعني، احنا بقالنا 10 سنين، عشره عمر يعني 10 سنين. 10 سنين دي فانا فاهمه وفاهم طباعه. وبعدين الموضوع مش رياضه بس، خالد يعني في حياته كمان الناحيه الاجتماعيه، ظروف جامعته، مشاكله اللي بيقابلها في الحياه، الضغوط اللي بتبقى عليه، مش هيفهمها الا مصري، مش هيفهمها ويعيشها ويحس بيها غير واحد مصري زيه. كويس. فهو ده الفرق. طيب يعني هختم بسؤال اللي هو استعداداتك بقى لهولندا، وسريعا كده تقول لنا الميداليات دي ايه؟ طبعا التمرين يعني. انا كنت ناوي اخلع في رمضان وما اتمرنش، بس شكلي هتمرن كل يوم. كابتن حسين هيجيبني كل يوم بعد السحور. التمرين في رمضان بيبقى ليه نكهه خاصه اصلا يعني. بس انت ممكن تبقى وقت الفطار بقى ما يبقاش. لا هنتمرن على طول بعد السحور. احنا في بطوله العالم اللي فاتت كان كل شغلنا بعد السحور وصلاه الفجر بنتمرن. حاولت تهرب ما فيش. والرمضان مش هينفع يهرب يعني. بطوله شهر 9 هيبقى ثواب اكبر ان شاء الله. كويس. ومستعد، دارس الموقف كويس، دارس المنافسين اللي هيبقوا معاك. ان شاء الله ان شاء الله. عارف هتعمل ايه. طب بسرعه كده الميداليات بتاعتك دي ايه بقى؟ دي البطوله العربيه 2015 خدت اول. دي بطوله في دبي السنه دي، كانت اول سنه في شهر 1. دي المكسيك السنه اللي فاتت خدت فيها رابع، هم بيسلموا اول 6. بطوله العالم. ودي برضو بطوله العالم في امريكا، كانت في شيكاغو برضو 2015. أنا سعيدة بيك جدا، ومنتظرين هولندا بفارغ الصبر، عشان عندي إحساس قوي إن أنت هتجيب فيها مركز أول يا تاني إن شاء الله. إن شاء الله. وإن شاء الله الأول. وهتكون معانا بقى تاني، بنبارك لك ومستنيين برضو البطولات اللي جايه ان شاء الله. وربنا يوفقك كابتن. ويعني طبعا اي انجاز خالد بيعمله اكيد بيبقى انت يعني من ضمن مسببات الانجازات الحلوه. تعب ومجهود ميرسي لحضرتك جدا، وان شاء الله نوعدكم يعمل تحقيق مركز كويس ان شاء الله. نورتونا. ميرسي لحضرتك. مشاهدينا خليكم معانا، بنكمل فقرات فيها حاجه حلوه بعد الفاصل. ياسمين عفيفي شابة من قرية طحنوب مركز شبين القناطر، صاحبة مبادرة كانت السبب في تغيير كثير من المفاهيم في قريتها، كما ساعدت على نشر الثقافة والوعي بين الشباب والأطفال.
انطلقت الفكرة تحت اسم اصنع الفلك، وقد شارك معها شباب كثيرون متحمسون للفكرة. صنع الفلك لمحاربة الجهل والتخلف ونشر الوعي بشتى صوره. تأسس الفريق في العام 2013، فالثقافة ليست كماً في المعلومات التي يمتلكها الإنسان، إنما الثقافة هي كم المعارف التي يطورها ويفعلها الإنسان لخدمة مجتمعه. لهذا يقوم الفريق بدمج طبقة المثقفين بالطبقة العامة لنقل خبراتهم وثقافتهم، تدريب الأطفال في دور الأيتام، وعمل حملات توعوية للأطفال العاملين في الورش والمحال التجارية من خلال ورش عمل أعداد الأطفال، ترغيب الشباب في القراءة كركيزة أساسية في المنظومة الثقافية من خلال تنظيم رحلات ترفيهية للقراءة، إلقاء الضوء على المواهب واكتشافها وتشجيعها للارتقاء بالمجتمع، وذلك من خلال تنظيم مهرجان ثقافي نصف سنوي للمواهب. شباب يعي احتياجات المستقبل وهو قادر على صنع الفارق من خلال دور مجتمعي نشط يهدف إلى الرقي بالشباب وتقديم الدعم الثقافي والنفسي والتربوي لهم، فهم بالفعل شباب صانع لمستقبل أفضل لمصر. يعني زي ما شفنا مبادرة اصنع الفلك اسمها أصلا رائع، بتحارب الجهل ويمكن مشاكل كتير جدا في المجتمع. هنتكلم النهارده بالتفاصيل، ومعانا بقى أصحاب المبادرة، صاحبة المبادرة وصاحبة الفكرة ياسمين عفيفي، هي صحفية. ازيك يا ياسمينة؟ أهلا بيكي. منورانا النهارده. الله يخليكي، منور بيكي. معانا كمان الأستاذ طاهر نصر الدين، بيشتغل تبع وزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا أستاذ طاهر. ومعانا أستاذ تيسير طلعت، وطالب في جامعة الأزهر. يا أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. طيب نبتدي كده. ياسمينة، جت أولا الاسم الرائع ده يعني جه منين؟ فكرتي فيه ازاي؟ المبادرة نفسها فكرتي فيها ازاي؟ الاسم اولا مش انا اللي سميت، انا سميت انا كنت مسميها اركب معنا على غرار سفينة سيدنا نوح اللي بناها ودعا ابنه عشان ينجيه من الغرق. فهي كانت اسقاط، يعني ان احنا عايزين ندعي الناس يركبوا معنا في المبادرة بتاعتنا عشان ننجيهم من الغرق في الجهل. فكان احد الاساتذة الافاضلة عندنا في قرية تحنوب باشمهندس ياسر الكرماني قال لي لا، البداية خالص صناعة الفلك، مش دعوة الناس اركب معنا. فقال لي فخلاص قررنا ان احنا نسميها اصنع الفلك. جميلة، لان الحقيقه بيخلي الواحد يفكر كده في قصه سيدنا نوح، وانه كان بيتحدى فكره ان ما كانش فيه اي نوع ولا بحر ولا نهر ولا في حاجه خالص لصناعه الفلك، ومع ذلك تحدى الناس وقتها كانوا بيسخروا منه. فدايما ده نفس فكره انه ايه، ما فيش فايده، ما فيش امل، البلد دي ما فيش فايده فيها. فالفكره نفسها جميله. الفكره كانت لمحاربه الجهل ومحاربه الافكار المغلوطه اللي هي اصلا يعني انا بعتبرها البنيه التحتيه لاي فساد احنا بنشوفه او لاي خلل احنا بنعاني منه. طب جات لك الفكره ازاي؟ او ايه عاده الواحد ما بيفكر في حاجه بتبقى حاجه تعرض لها مشكله ما وابتدى يفكر انه عايز يعمم الموضوع وينشره؟ لا، انا لاحظت ان معظم مشاكلنا اساسها الجهل، يعني انتشار الامراض اساسه الجهل. الجهل مش مقصود بيها قرايه وكتابه، الجهل مقصود بيها عدم معرفه الشيء. لا، الجهل مقصود بيها المعارف، يعني نقص المعارف وكمان عدم تفعيلها، لان في ناس كتير عندهم معارف ومش مفعلينها. احنا عندنا مثقفين كتير جدا، صحيح. عندنا باحثين كتير جدا جدا، عندنا ناس بتقرأ بالملايين، بس مشكلات المجتمع ما بتتحلش لسبب واحد بس، انه انا ما بعرفش قيمة المعلومات ديت. انا بقرأها ليه؟ باخدها ليه؟ ببحث في ايه؟ لازم تطبيق. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش العلم في الكتب وفي الكلام وبس، لازم تطبيق للعلم وللمعارف اللي عندنا. لو ما اتطبقتش مش هنحل بقى اي حاجه وتبقى مجرد شكليات زي خاصه بالشخص نفسه اللي بيعرف شكليات للشخص، زي نضارته، زي الماركه الساعه اللي بيلبسها، زي ماركه العربيه بتاعته. انا في فتره من الفترات كنت بهتم بتفاصيل ولقيت ان هي مجرد حاجات انا بفتكرها بس ما بعملش بيها حاجه. اتكون من جواها فكره ان انا الانسان لازم يكون عنده مجموعه من المعارف عارف هيوظفها ازاي. لو انا عندي حاجه انا مش هوظفها يبقى بلاش منها احسن.
لازم اطبق على ارض الواقع، لازم اللي احنا بنقراه لازم نطبقه على ارض الواقع ونعالج بيه المشكلات اللي احنا يعني انت بنواجهها. شايفه انه العلم ما يبقاش علم الا لو ابتدى ينتشر، لو ابتدى يتوزع، ينتشر ويفيد البشريه، لكن ما يبقاش محتفظ بيه لنفسك وانت بس كده بتستعمله زي فعلا مجرد حاجه ثقافه. انا انسان مثقف، بقعد على القهوه او على الفيسبوك بتكلم تمام. كويس وخلاص. طيب يعني نتكلم مع طاهر كده، انت دخلت ازاي يا استاذ طاهر للمبادره؟ اشتركت ازاي ودورك فيها ايه؟ هي المبادرة دي كانت موجودة في الأول، بس في مبادرة تانية اللي هي حوالي من شهر 7 اللي فات، اللي هي مبادرة أعمار المنازل. دي كنا دي حاجه يعني فرع من المبادره الاصليه يعني كان في بعد اصنع الفلك بمرحله، وهي دي اللي انا كنت اشتغلت فيها كويس. اللي هي اعمار المنازل. في البلد عندنا كان في بيوت كتير عايشين احنا بنشوفها، اللي هي طحنوب. طحنوب زيها بلاد كتير على المستوى. مكانها فين بالظبط؟ طحنوب في مركز شبين قناطر في محافظه القليوبيه. طحنوب كنموذج زيه زي بقيه البلاد كلها، بيوت من غير سقف، او السقف بتاعها مكون من جريد والحطب والخشب، او بمعنى صح غير ادميه. فاحنا يعني اما شفنا اللي حصل ده، البيوت احنا عايشين عيشه كويسه، في بيوت جنبنا ناس تعبانه طبعا مطر لغايه ما حصل موقف بقى. كان دكتوره نور عفيفي، دكتوره اخت الاستاذه ياسمين، دكتوره اطفال، جالها ام بطفلها كان عنده حساسيه، فالدكتوره كتبت له على العلاج. بعدها باسبوع الطفل لسه عنده نفس الحساسيه، فالدكتوره بتقول له مش انا قلت لك ما تعرضهوش للهواء عشان حاسه تمشي؟ فراحت الام بمنتهى البساطه رد عليها قالت لها يا دكتوره للاسف احنا بيتنا من غير سقف. فمن هنا نشأت فكره انكم تعملوا سقف للناس. اللي احنا نعمل سقف. بدأنا بالفعل بعمل حصر لمجموعه بيوت. قلنا المرحله الاولى هتبقى حوالي 5 بيوت. اجتمعنا، عملنا الفكره، نشرناها، وحطينا شويه معايير لاختيار البيوت. كان من ضمن اهم المعايير اللي لازم أن يكون البيت ده يكون اصحابه ساكنين فيه، ما عندهمش املاك تانية، ما عندهمش بيوت، ما عندهمش اراضي او عقارات، يكون غير قادرين على تسقيف البيوت، ويكون البيت هنقولنا في المرحله الاولى يكون داخل طحنوب. طرحنا المبادره على الفيسبوك، كان هو الوسيله الاعلاميه بتاعتنا، وكنا احنا لسه مجموعه شباب يعني. بداوا الناس تتفاعل معانا. كنا بادئين من شهر 11، النهارده الحمد لله خلصنا 6 بيوت لغايه دلوقتي التسقيف بتاعها. وحاليا بتعملها بنجيب مقاول، والمقاول بيمسك البيت من نفس البلد. والناس بتبدا تتبرع. الحمد لله كان في تفاعل كويس من الناس يعني، جزاهم الله خيرا. اتبرعوا بمبالغ، بقينا نمسك البيت. طبعا ممكن المقاول يتساهل معنا شويه، بتاع الحديد يتساهل معنا لما يعرف انه عمل خيري. انه عمل خيري طبعا. أكيد. فالحمد لله خلص لغايه دلوقتي 6 بيوت، واحنا شغالين هنبدا في السابع باذن الله. برافو عليك والله. طيب استاذ تيسير نفس الكلام، ازاي اشتركت معاهم ودورك كان ايه؟ انا اشتركت في الاول خالص في اصنع الفلك نفسها. اللي عجبني في الفكره ان 90% او بنسبه كبيره قوي من الجمعيات بتهتم بالناحيه الخيريه او ناحيه تنميه المواضيع الخيريه بس. كويس. ما حدش يهتم بالانسان بالرغم ان ربنا سبحانه وتعالى كرمه في القران. صحيح. فالفكره نفسها بتاعت اصنع الفلك كانت ازاي نجيب للناس او نخلي عندهم وعي او سلوك اجتماعي او ننمي قدراتهم العقليه. فالفكره عجبتني وبدات ان انا اشارك فيها بسبب الموضوع ده. بعد كده بدأ جمعية فريق اصنع الفلك بدأ عمل مهرجان في دورته الأولى، وجاب أكتر من 100 موهبة وأظهرهم للناس. موهبة في إيه بقى؟ مش زي الشعر، الإلقاء مثلا، مسرح. كويس قوي. أظهر أكتر من موهبة يعني. حاليا لحد دلوقتي احنا أظهرنا أكتر من 100 موهبة بالنسبة اللي عندنا. وبدأنا برضو مبادرة جديدة اسمها القبطان الصغير. في حكمه بتقول التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. صحيح. فهي بعد كده الاستاذه ياسمين عفيفي قالت ان هي هتعمل وعي عقلي للاطفال. فبدانا يعني ايه وعي عقلي؟ يعني مثلا يكون عندهم وعي بالسلوك بالاجتماع نفسه، المجتمع اللي احنا عايشين فيه. ازاي يتعاملوا مع الاخرين وازاي يقدروا يتكلموا ويعبروا عن نفسهم. اكيد، لان احنا لما كبرنا اكتشفنا ان الواقع حاجه غير اللي في خيالنا. فعشان هم ما يتفاجئوش برضو لازم يكونوا عارفين فاهمين الدنيا فيها ايه. اكيد. طب احنا نزلنا الشارع وسالنا ناس عن المبادره اللي انتوا عاملينها، وتعالوا نشوف الناس قالت ايه ونرجع نتكلم تاني في التفصيل. طبعا المبادرتين احسن من بعض، يعني حاجه احسن من بعض الاثنين، لان الاثنين بيفيدوا المجتمع.
احنا في حاجه للاثنين، في حاجه كل للثقافه، وفي حاجه للمباني والعيش. يعني هو برافو عليه. المفروض بقى رجال الاعمال اللي يكونوا يعني يبتدوا هم بالمبادرات دي عشان عندهم امكانيات وبتاع. لا بصت لغيرها مثلا ما عندوش سقف بيت، تعبت لدوت، بتجمع لهم فلوس، دي حاجه كويسه يعني. المفروض كلنا نشجعها على حاجه زي دي. وهي نازله بالمبادره دي وهتشتغل بالفعل، ربنا معاها واحنا معاها وندعمها جدا. بالنسبه للمبادره الثانيه التثقيفيه، بالفعل احنا عندنا نسبه اميه كبيره جدا، واحنا محتاجين ان احنا نقضي على الاميه. والاميه مش مجرد ان هو يكتب ويتعلم ويقرا، لا، الاميه ان هو يبقى صاحب فكر. في ناس كتير متعلمه بس بالفعل اميين لان هم ما عندهمش ثقافه. ازاي انا ابقى متعلمه وبعرف اقرا واكتب بس ما عنديش ثقافه؟ فان هي تكون بتحاول تثقف ناس، دي في حد ذاتها حاجه كويسه جدا. احنا محتاجين ننشر بالفعل الثقافه بتاعتنا. احنا في عندنا كتب في المكتبات ما بتتقريش. انا ما ابتديتش اقرا غير لما دخلت الاثار، لان كان مطلوب مني مشاريع ابحاث ومطلوب مني ان انا اقرا واحضر قبل كل محاضره انا ما ابتديتش امسك كتاب بالفعل غير لما دخلت اثار. لما هي بقى تحاول تنشر فكره ان احنا نثقف نفسنا عن طريق الكتب او عن طريق ايا كان بقى اللي هي الطريقه اللي هي تستخدمها، لا دي حاجه كويسه جدا ويا ريت الناس كلها تدعمها. احنا بنقول لها اذا كان من خلال التضامن الاجتماعي او من خلال مؤسسات الدوله، احنا معاكي وزودي وهنزيد معاكي تاني. اي حد يساهم بالافكار اللي عملتها البنت دي طبعا افكار وطنيه وافكار بناءه وافكار حلوه، وهو ده المفروض يبقى بين الناس كلها وبين بعضيها كده. عيش حب الناس وعيش، تلقى الناس بيوت فاتحة قلوبها فوت، حب ما تتنسيش، دور سافر في القلوب، دور في الزحام، حدوب الآلام والأحلام تعيش. يعني ياسمين، الناس سعداء جدا باللي انت بتعمليه، متحمسين جدا، الناس عايزه تشارك كمان اكيد معاكي وفرحانين باللي انت بتعمليه، باللي انتوا كلكم بقى، لانه طبعا كله يعني بيبقى فريق كبير اكيد. طبعا. طيب قولي لي، انا طبعا يعني وانتوا بتحكوا كده دلوقتي جاي في دماغي انه ليه ما علمش الناس اصلا هي اللي تبني السقف بتاعها؟ يعني بما ان الموضوع موضوع ليه علاقه بالمعرفه وليه علاقه بان انتوا عايزين توسعوا مدارك الناس بالفكر وكله. انا واحده من الناس والله انا ممكن اتعلم ازاي اعمل السقف وانزل معاكم. هل الموضوع مش بس، انا مش بتكلم على بنى سقوف بشكل عام، انا بتكلم بشكل عام يعني افكار كتير. هو انا عايزه اوضح حاجه، هو اصنع الفلك مبادره واعمار مبادره، بس برضه في ارتباط بينهم. ان الانسان المثقف او الانسان اللي عنده وعي بيخدم الناس برضه ويعرف ازاي يخلق لهم حلول. بالنسبه لحضرتك قلتي فده شيء هايل، بس احنا يعني كنا بنسعى ان احنا نخلص لهم بيوتهم عشان المطر، لان يعني انسان عايش في الشارع فمبقاش في وقت ان ايه نعلمه او لا، احنا الفكره دلوقتي اليوم عندنا بيفرق، يعني اليوم فعلا كان بيفرق. كنا بنبقى شايلين هم الناس ازاي نتاخر عليهم كده، عايزين نجمع التبرعات على طول عشان الشباب يشتغلوا. انا يعني هي تقريبا مبادره اعمار قائمه، يعني اقامه، يعني الجهد كله لزمايلي استاذ تيسير، استاذ مصطفى، استاذ طاهر. طيب نتكلم على اصنع الفلك، انتوا ايه تاني غير تنميه الطفل؟ ودي فكره طبعا هايله جدا، او تنميه فكره. القبطان الصغير كانت ورشه لاعداد قباطنة أو قادة المستقبل. بنشتغل على السلوكيات اللي هتكون الإنسان يقود المجتمع ويبقى قادر إن هو يخدمه، يبقى قادر يحل مشكلاته. حاجة على التجربة اليابانية، على غرار التجربة اليابانية. يعني اليابان عشان تخلق النهضة بتاعتها اللي احنا عارفينها اشتغلت على الأطفال، علمتهم العمل الجماعي. العلم كان عندهم أهم حاجة العمل كانوا بيتعلموه، يعني كان عندهم مبدأ العمل للأطفال الصغيرين، كانوا بيعلموهم علشان لما يكبروا ميبقاش في حاجة اسمها تكاسل أو تخاذل أو إنهم الشغل بالنسبة لهم حاجة زي ما احنا بنشوف، لأ. فجت الفكرة من هنا إنه احنا عايزين نغرز الحاجات البسيطة دي في الأطفال من دلوقتي، لما يكبروا تبقى شيء أصلا تلقائي في سلوكهم. حد درس التجربة اليابانية دي بتفاصيلها؟ أنا شفت فيديو للدكتور مصطفى محمود كان عن التجربة اليابانية.
كان بيتكلم ان ازاي التعليم بقى بشكل عام في نظام، في ازاي عمل الجماعي مع بعض، حتى مثلا في الاكل ازاي كل واحد الاطفال بياكلوا بيشيلوا في نفس الوقت اكلهم بنفسهم، بينظفوا مكانهم. فالحاجات دي هي اللي بتبني الانسان يعني. فاحنا حبينا ناخد التجربه ونعملها على شويه مجموعه من الاطفال مش كتير. احنا قلنا لو هتنجح بقى نعمل دورات اكتر دفعات. كويس جدا. ايه رايكم نشوف جزء من الفعاليات اللي انتوا عاملينها ونرجع نكمل كلام. ايد على ايد تشيل، صوت على صوت يغنوا، زمن الحلم الجميل نيل منا واحنا منه. ايد على ايد تشيل، صوت على صوت يغنوا، زمن الحلم الجميل نيل منا واحنا منه. هنا من قلبنا، هنا من قلبنا هنقوله كلنا، هنقوله كلنا. وتعدي سنة، تعدي سنة يصغر عمرنا، يصغر عمرنا. وما دمنا كده، ما دمنا كده قلوبنا كده، قلوبنا كده. الماضي وراح، الماضي وراح والجاي لنا. ايد على ايد تشيل، صوت على صوت يغنوا، زمن الحلم الجميل دنيتنا احلى منه. ايد على ايد تشيل، صوت على صوت يغنوا، زمن الحلم الجميل دنيتنا احلى منه. واضح ان انتوا عاملين شغل كويس جدا. اعمار هو اصنع الفلك زي ما قلت كده، انت خارج منها او بالتوازي ليها فريق اعمار. رد فعل الناس ايه بعد ما بنيتوا لهم الاسقف؟ هو يعني مبدئيا كميه ادعيه احنا ما كناش نتخيلها. احنا مبدئيا جينا على اول بيت اما جينا نشتغل فيه كنا قعدنا نجمع له تبرعات حوالي شهر ونص. ما كناش اصلا متخيلين ان احنا ممكن يعني اول بيت بالنسبه كان حلم كبير جدا اللي احنا ممكن ننزل ونعمل. هل كان البنت السيده اللي عندها طفله عيانه ولا ما بتبدوش بيها؟ لا بيت تاني بتشوفوا اولوياتكم. بدأنا نشوف اشد البيوت احتياجا، وكان على الاقصى كان يعني حسب الاولويات احتياج الاشخاص طبعا. نفسهم. في مثلا بيوت كانت خلاص قايله للسقوط، خلاص فيها تقع، السقف بتاعها معرض، الخشب حتى واحنا بنشيله دايب. لقينا دايب يعني تحس ان هو ورق كده. الناس بسبب الامطار اللي كانت بتنزل كانت بتبوشه. فبفضل الله يعتبر خلاص كان على وشك. جينا بعد ما خلصنا البيت الاول الناس مبسوطه جدا 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 الحمد لله. حسينا ان احنا عملنا حاجه يعني بمساعده طبعا الاهالي وبتوفيق كله طبعا من عند ربنا في الاول وفي الاخر. ابتديتوا بقى يبقى بيت واثنين لغايه ما وصل ل6 بيوت. الثالث الرابع بدانا نوسع الموضوع اكتر. حاليا في قائمه الانتظار ممكن اقول لك في حوالي ما يقرب من حوالي 7 أو 8 بيوت غير اللي احنا الحصر الباقي. احنا ناويين ان شاء الله باذن الله على مثلا 2020 نكون هنا انتهينا من كل البيوت، وفرنا حياه ادميه على قد ما نقدر لجميع المنازل. واللي احنا نفسنا نعمله اكتر ان المبادره دي ما تبقاش قاصره على طحا بس، لا تبقى تنتشر في كل القرى اللي جنبها. يعني استاذه ياسمين احكي لنا على جت منين طحا نور وايه اللي خلاكم تغيروا الاسم؟ لا احنا مش تغيير رسمي، هو طحا نور مقال انا كنت كاتباه كان عنوانه طحا نور. انا كنت حابه اتكلم عن المميزات اللي في القريه. لما كنت بنت واول ما خرجت اشتغل كنت متوقعه صوره ولقيت صوره تانية. كنت متوقعه ان انا هبقى منبوذه، ان هيقولوا ازاي بنت مثلا في قريه ريفيه وبتشتغل دي. يعني انا كنت متوقعه كده. فلما نزلت لقيت انه لا، دور البنت مرحب بيه جدا جدا، الناس متفهماه. فحبيت ان انا اشكرهم بمقاله، فكتبت بدأ طحا نور ان هي بلد النور والثقافه والعلم. يعني عشان احنا عندنا فعلا قرى ممكن يكون الناس مش حاسين لكن فيها تقدم وفيها فكر وفيها فطره سليمه، فده اللي احنا بنبحث عنه. طيب احنا هننزل للشارع هم سالوكم شويه اسئله، هنرجع بعد كده نرد على اسئلتهم. تمام. انا بحييها وبعدين بقول لها يعني ان انت ليه ما لجأتيش مثلا جمعيات؟ احنا عندنا جمعيات كتير خيريه وتساعدك يعني. بخصوص لم التبرعات، هل في حد رقيب على الموضوع دوت ولا كده من نفسك يعني؟
طبعا الناس سعداء باللي انتوا بتعملوه، بس من ضمن الاسئله يعني مثلا حاسه استاذ تيسير، من ضمن الاسئله هل انتوا فكرتوا تحولوا الموضوع لجمعيه بحيث انه كمان في جمع تبرعات وفي يبقى في موضوع منظم بشكل يعني قانوني اكتر؟ اكيد احنا بالنسبه لمبادره اصنع الفلك احنا فعلا في جمعيه مشتركه معانا في الموضوع، وهي قائمه برضو علينا وبتساعدنا كتير، جمعيه المحافظه على القران الكريم بطحنوب. وبالنسبه لمبادره اعمار المنازل فجمعيه الاخلاص برضو بطحنوب هي القائمه علينا وبتساعدنا في جمع التبرعات وبتساعدنا في كل حاجه. طيب ياسمينة هسألك برضو على يعني من ضمن الأسئلة اللي اتسألت انه هل في أماكن بتشرف عليكم سواء من الدولة أو غيره، على أساس انت عارفة بيبقى في تخوفات انه لما بتبقى في جمعيات معينة بتجمع تبرعات بيبقى في نوع من التخوف شوية، هل في ناس بتتابعكم من الدولة مثلا أو؟ لا احنا مسجلين رسمي، يعني احنا تبع جمعيات أصلا حكومية رسمية، يعني وأي نشاط لينا بيتسجل في الحكومة، بيودوه الأساتذة الأفاضل يعني لجهات رسميه وبتوافق عليه ومعروف يعني متسجل كويس جدا. فاحنا اصلا مسجلين قانوني، انتوا ماشيين قانوني في الفريقين الحمد لله قانوني يعني. انا بشكركم شكرا جزيلا وربنا يوفقكم باللي انتوا بتعملوه ده، لانه ده حاجه رائعه. عاده الناس بتبتدي من المدينه وبعدين تبتدي تروح للقرى، لكن انتوا بادئين العكس، فده عظيم جدا، واتمنى ناس كتير او شباب كتير زيكم كده يعملوا اللي انتوا بتعملوه ده. بشكركم شكرا جزيلا، نورتونا واسعدتونا. شكرا لك. بشكر كل مشاهدينا في كل مكان، اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه وتصبحوا على خير.